السلام عليكم. معكم باشمهندس حسن. في الفيديو ده كان في حوالي 5 امتحانات كان عندنا في الحصة. فالخمس امتحانات دولت إن شاء الله هنحلهم مع بعضنا بالتفصيل، لأن كذا طالب كان عايز الإجابات بتاعة الأسئلة بالتفصيل. تاني حاجة ممكن ده نعتبره مع بعضنا فيديو حل على أول 3 دروس، بحيث ممكن أنت ترجع له بحيث إن أنت عايز تعرف إزاي تحل وكده، لأن الترم التاني زي ما أنت عارف بيبقى صعب في الحل شوية. فتعالى نبدأ مع بعضينا، نسمي الله كده ونصلي بينا على سيدنا النبي الأول، ونبدأ مع بعضينا بالنموذج سي. أول سؤال بيقول لك إيه في النموذج سي؟ بيقول لك لو الارتفاع ده كله 30 وده 25، والراجل بيقول لك لو الضغط عند الإيه هنا كان بيساوي بي. الراجل عايز يعرف فين إنهي ارتفاع هيكون عنده الضغط 4 بي. طيب احنا عندنا الضغط بيساوي رو جي اتش، صح ولا غلط؟ فايه العلاقة ما بين الضغط والاتش؟ علاقة مين؟ طردية. طيب يعني بي واحد على بي اتنين بتساوي اتش واحد على اتش اتنين. بي واحد اللي هي بي اتنين اللي هي 4 بي. طيب اتش واحد، بص ده 30 ده 25، يبقى اتش واحد ب 25، قصدي اتش واحد ب5. يعني احنا لما بنيجي ناخد الارتفاع بناخد من النقطة لحد السطح يا معالي الباشا، يبقى الارتفاع في الأولاني هيبقى ب5، الارتفاع في التاني أنا معرفوش، هنسميه مع بعضنا بمين؟ باتش. فالبي تروح مع البي طرفين في وسطين، هيطلع معايا إن الارتفاع بيساوي كام بقى؟ 4 في 5 ب20 سم. يبقى أنا كده طلعت الارتفاع ب20 سم. خلي بالك علشان يضحك عليك يا معالي الباشا. إيه بقى؟ قال لك الارتفاع عن القاعدة. هوبا، يعني أنت جبت الارتفاع ب20، بس قلنا ال20 دي من النقطة لحد السطح، ده ال20 يا باشا. بس هو مش عايز ال20 من النقطة لحد السطح، ده عايز من النقطة لحد القاع. طب ما ده كله ب30، يبقى تحت يبقى بكام؟ يبقى تحت يبقى بيساوي 10. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون بتساوي 10. يعني ممكن طالب يكون حاسب ده كله صح، ومع ذلك هو علشان ما قراش السؤال كويس فهيقع في السؤال بسبب حاجة زي دي. طيب تعال ندخل مع بعضنا على السؤال التاني. الراجل بيقول لك لو دي العلاقة ما بين الضغط والكتلة، تمام؟ الراجل عايز يعرف المساحة. دايما بقول لطلاب ثالثة ثانوي، بقول لهم ايه؟ بقول لهم لو انت معاك رسمة بيانية وانت مش عارف الميل، حلها كأنها مسألة عادية. يعني ايه يا عم؟ يعني انا دلوقتي معايا الضغط بكام؟ الضغط ب50، يبقى كده على جنب كده الضغط هيساوي قصدي 150، والكتلة يا باشا بتساوي 15، والعجلة يا معالي الباشا بتساوي 10. الراجل عايز يعرف المساحة. طيب ما انا عارف ان الضغط بيساوي اما جي على الاي. طيب الضغط ب150، الام 15، الجي ب10، فانا عايز اجيب المساحة. طرفين في وسطين هيطلع معايا بيساوي 1 سنتيمتر مربع. طيب السؤال اللي بعدين، الراجل بيقول لك النسبة ما بين كثافة المحلول بعد التفريغ إلى كثافة المحلول قبل التفريغ. طيب لو أنت فاكر إحنا كنا بنقول مع بعضنا في الدرس الأولاني إن الكثافة قبل الشحن بتكون صغيرة، الكثافة بعد الشحن بتكون كبيرة. يعني أنا مثلا تليفوني 5%، ده قبل ما يتشحن، لما يتشحن هيكون كام؟ 90%، يعني الكثافة تبقى كبيرة شوية. فيبقى الكثافة قبل إلى الكثافة بعد. الكثافة قبل قلنا مع بعضنا صغيرة، الكثافة بعد قلنا بتبقى كبيرة. فحضرتك بتقسم صغير على كبير، فلما تقسم صغير على كبير هيديلك حاجة ايه؟ هيديلك حاجة أقل من الواحد. السؤال اللي بعديه سؤال رقم كام؟ سؤال رقم 3 أو سؤال رقم 8. ركز بس معايا في السؤال ده عشان السؤال ده ايه؟ سؤال عالمي شوية. صلي بينا على سيدنا النبي الأول. ده 25 يا معلم باشا، ده 15. يبقى الارتفاع من النقطة لحد السطح يبقى بكام؟ لحد السطح ده يبقى ب10، تمام؟
خلي بالك تاني أنا لسه قايل الكلام ده فوق، بنيجي نحسب الضغط بنحسبه من النقطة لحد السطح. طيب الراجل قال لك إيه؟ قال لك إن الكثافة كانت بتساوي 1000. الكثافة بتاعة المَيّة هنا، الكثافة اللي هنا كانت بتساوي 1000. الراجل عايز يعرف الكثافة هنا بكام، وقال لك علمًا بإن الضغط عند النقطة X كانت بتساوي الرقم ده، بس خلي بالك يا باشا قال لك الضغط الكلي، الضغط الكلي يا حمادة. إيه يا باشمهندس يعني هتفرق معاه ضغط كلي والّا مش ضغط كلي؟ طبعًا، تعالَ أقول لك إزاي. الضغط يا باشا بيساوي الكلي بيساوي إيه؟ رو جي اتش زائد بي اي. اما الضغط بتاع السائل لو انا بقول لك هات الضغط بتاع السائل هتبقى عباره عن رو جي اتش بس من غير بي اي. متفقين؟ متفقين. صالحين على النبي الاول. بس خلي بالك ده رو جي اتش ده لو سائل واحد، انا عندي كام سائل؟ عندي سائلين، عندي سائل ميه وادي السائل الثاني. يعني انا ممكن هنا اقول ايه؟ ممكن نروح ضايفين مع بعضنا حاجه صغنطوطه ثانيه. هنقول مع بعضينا رو جي اتش زائد رو جي اتش زائد بي اي، عشان انا عندي سائلين. طب يلا ركز بقى معايا ابوس على ودانك. الضغط الكلي 1 علامة 0 4 3 في 10 أس 5 بتساوي الرو. الرو لو انا هشتغل الاول عند الميه كثافه الميه ب 1000. الجي قال لك بكام؟ قال لك ب 10. الارتفاع قال لك الارتفاع اللي هنا ب 10 سم. 10 سم يعني 1 من 10 متر. تمام؟ زائد تعالى ندخل على التاني. الرو معرفهاش. الجي ب 10. الارتفاع هنا بتاع السطح ده بكام؟ ب4 متر اللي هي 40 سم. زائد البي. الراجل قال لك البي ب10 أس 5. خلي بالك لأن في عيل بيكون بدماغ كلبة. إيه العيل أبو دماغ كلبة ده بقى؟ بيقول لك الارتفاع ب 50. ليه يا عم؟ يقول لك 10 و40 يبقى 50. يا حبيب قلبي لما تكون السوائل مختلفة لازم نقسمهم كده لشرايح. يعني لازم نقول رو جي اتش بتاعت السائل الأولاني زائد رو جي اتش بتاعت السائل التاني. طيب هنحسب ده بالآلة. خليك بقى معايا كده إيه؟ طبعًا أنا عارف إن أنت عيل شطور هتعرف تحسب بالآلة. يعني عيب عليك إن أنت تكون طالب في ثانوية عامة وما بتعرفش مثلًا تودّي ده هناك بعكس الإشارة يعني. يعني حتى يا أخي عيب على شنبك يا أخي. نحسب ده بالآلة هيطلع معايا بيساوي 825. يبقى الإجابة الصح اللي هي الإجابة رقم ج. طيب السؤال اللي بعديه الراجل بيقول لك أنبوبة ذات شعبتين منتظمة المقطع. اوعى منتظمة المقطع. مسافة الأولاني برو والتانية ب3 رو. عايز أجيب ام ايه على ام بي من غير ما تفكر واحد لواحد. ليه هندسة؟ يا باشا أنا قلت لك لما كنت في الحصة قلت لك إيه؟ إن النسب ما بين الكتل تساوي النسب ما بين المساحات. كده علاقة ما بينهم علاقة مين؟ طردية. فيبقى ام ايه على ام بي يساوي ايه؟ ايه على اي بي فيطلع معايا يساوي 1 على 1. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أنا معايا كاس. الكاس ده كان حجمه كان بيساوي 50 وكتلته كانت بتساوي 500. تمام؟ تم ملئه بالمية ثم وضع به كرة من الألمنيوم. ده الحجم بتاع الألمنيوم. عايزين نعرف بقى مواضيعنا. كتلة الكاس بما يحتويه تصبح كطالب على النبي الأول. أنا عندي كاس حجمه كان 500 كتلته كانت 200 جرام. ده كتلة الكاس. حطينا جواه ميه وبعدين رحنا حطينا جوه الميه كوره. الراجل عايز يعرف الكتله الكليه تساوي كام. طيب هي الكتله الكليه تساوي كام بقى؟ انا عندي دلوقتي 3 كتل يا باشا. اول حاجه الكتله بتاعه الاناء. تاني حاجه الكتله بتاعه مين؟ الكتله بتاعه الميه. تالت حاجه الكتله بتاعه مين؟ الكتله بتاعه الالومنيوم. تعالى يلا. كتله الاناء 200 500 جرام اللي هي نص كيلو. بشتغل بكيلو عشان احول من جرام لكيلو بضرب في 10 أس -3 نص كيلو. زائد
كتلة المَيّة مش معايا، بس أنا عارف إن الكتلة بتساوي كثافة في حجم. طيب الكثافة بتاعة المَيّة بكام؟ ب1000. طيب الحجم بتاع المَيّة بكام؟ ما هو الحجم بتاع المَيّة هو الحجم بتاع الإناء، ما هم المَيّة مَلِت الإناء كلّه، فيبقى الحجم بتاع الإناء 500. بس خلّي بالك يا حموكشة إن ده سنتيمتر إيه؟ سنتيمتر مكعب، فأضرب هنا في 10 أس سالب 6 زائد الكتلة بتاعة الألمونيوم، هنلعب نفس اللعبة، هنقول مع بعضينا يبقى الحجم بتاع الألمونيوم اللي هو بيساوي 100 في 10 أس سالب 4 قصدي سالب 6 في الكثافة بتاعة الألمونيوم. كثافة الألمونيوم الراجل قال لك بكام؟ قال لك ب270. أحسب ده بقى بالآلة، بس كده إيه؟ خليك معايا، صلي بينا على النبي الأول. يلا إحنا في أيام مفترجة، حاول في شهر رمضان وده بجد وعن تجربة يعني، حاول دايما تكتر من الدعاء، يعني إن شاء الله ربنا يستجيب. بس المهم إن أنت وأنت بتدعي تعمل أو تسعى إن أنت توصل يعني. إن شاء الله يطلع معانا الإجابة اللي هي رقم جي. طيب السؤال يلا اللي بعديه، بقول لك في الشكل المقابل ليك أدي A و B و C، تمام؟ أي العبارات التالية صحيحة؟ بيقول لك الضغط عند ال A أكبر من الضغط عند ال B، طبعا الكلام ده غلط. أولا يا حمادة هما كلهم لهم نفس الضغط، ليه بقى؟ مش ده جواه ميه وده جواه ميه وده جواه ميه؟ ايوه. طيب مش ده وصل الميه فيه لحد ارتفاع معين كلهم وصلوا لحد نفس الارتفاع؟ ايوه. يبقى بالتالي لهم نفس الضغط، ما هو الضغط بيساوي رو جي اتش، حضرتك ليهم نفس الكثافه ونفس الارتفاع، وكده كده انت عارف اصلا ان العجله مالها، كده كده انت عارف ان العجله ثابته، فيبقى بالتالي الضغط عند القاعده بتاع الاوعيه كلهم هيكونوا ايه؟ يكونوا متساويين. طيب السؤال اللي بعدين باقول لك إيه، باقول لك أنا عايزك تجيب لي رو1 على رو2 هتساوي كام؟ والراجل بيقول لك أسطوانتين مختلفين، يعني من مواد مختلفة، وقال لك ليهم نفس الكتلة، ليهم نفس الكتلة. طيب إحنا قلنا لو الكتلة ثابتة يبقى رو1 على رو2 بيساوي فوليوم 2 على فوليوم 1، لأن العلاقة ما بين الرو والفوليوم علاقة عكسية، الرو بتساوي إم على مين؟ إم على فوليوم. طيب فوليوم 2 عبارة عن مين؟ دي اسطوانة عبارة عن باي ار تربيع في اتش. طيب فوليوم من هنا باي ار تربيع في اتش، طبعا ده هيروح مع ده مع ده مع ده، فيطلع معايا بيساوي 4 على الكام؟ 4 على الواحد. طيب السؤال اللي بعديه ده سؤال توب، بس ركز معايا يا حبيبي. بقول لك أنبوبة ذات شعبتين تحتوي على كمية من الجليسرين كثافتها كانت بتساوي كده، تمام؟ الراجل بيقول لك إيه بقى؟ عايزين نعرف كثافة الزيت هتساوي كام. أنا قلت لك من شوية صغيرين لو أنت معاك رسمة بيانية حولها لمسألة عادية، يعني ممكن أقول إن ارتفاع الجليسرين على ارتفاع الزيت بيساوي كثافة الزيت على كثافة الجليسرين، العلاقة ما بين الكثافة والارتفاع علاقة عكسية، أنا عارف إن الضغط بيساوي رو جي اتش، فالعلاقة ما بين الرو والاتش علاقة مين؟ عكسية عشان هما مضروبين في بعض. فممكن نقول مع بعضينا ارتفاع الجليسرين لو مثلا 15 على ارتفاع الزيت 25 بتساوي كثافة الزيت على كثافة الجليسرين. نعمل كده إيه؟ طرفين في وسطين، يلا كده يلا بينا، هنقول مع بعضينا 1260 في 15 على 25 هيطلع معايا بيساوي 756. السؤال اللي بعديه بقول لك يعتمد ضغط المية عند القاع على مين؟ طبعا بيعتمد على عمق البحيرة اللي هو ارتفاع البحيرة نفسها. بقول لك إذا كانت الكثافة بتساوي كده وده الضغط، عايزين نعرف مع بعضنا العمق أو الارتفاع هيساوي كام. طيب الضغط بيساوي رو جي اتش، الضغط بيساوي 92، بس خلي بالك قال لك كيلو باسكال، فاضرب هنا في 10 أس 3 عشان قال لك كيلو. طيب الرو ب 1030
الجي ب10 أو 9/8، وأنا عايز أعرف مين؟ أنا عايز أعرف الاتش. بقول والله يبقى 2 في 10 أس 3 نقسمهم على كام؟ نقسمهم على 1030 في 9/8. أحسب ده بالآلة هيطلع معايا بيساوي كام؟ طبعا في هنا حاجة غلط، يعني في هنا حاجة احنا عاملينها غلط. ثواني كده، احنا قلنا لا ثواني، دي 92 معلش، 92 يا باشا، صح معايا. يطلع معايا 9/11 اللي هي الإجابة رقم ده. ندخل مع بعضينا على السؤال اللي بعديه. بقول لك مكعب إكس طول ضلعه 2 سم، ومكعب واي طول قطره 4 سم، مصنوعين من نفس المادة، تكون العلاقة بين كتلتيهما كام لكام؟ صلي بينا على سيدنا النبي الأول. أولا أنا بقول لك إن الاتنين من نفس المادة، يعني العلاقة ما بين الكتلة والحجم علاقة طردية، ما أنا عارف إن الكثافة بتساوي كتلة على حجم، تمام؟ ده ثابت. العلاقة ما بين الكتلة والحجم علاقة مين؟ علاقة عكسية. فالمفروض هنقول مع بعضين مثلا mx على my يساوي حجم الاكس على حجم الواي. حجم الاكس ده مكعب 2 تكعيب. حجم الواي عبارة عن ايه؟ القطر 4 يبقى نص القطر بكام؟ ب2. طيب أنا عارف إن الحجم بتاع الكرة عبارة عن 4 على 3 باي ار تكعيب. طبعا هنا الراجل قال لك إن الباي ب3، ار تكعيب اللي هو 2 تكعيب. تعالى طيب نحسب الرقم اللذيذ ده بالآلة. يبقى 2 تكعيب على 4 على 3 في 3 في 2 تكعيب، يطلع معايا يا معالي الباشا بربع. يبقى ده يطلع معايا بربع، طرفين في وسطين، ويطلع معايا إن ام واي تساوي 4 ام اكس، اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعديه بقى، السؤال اللي بعديه بيقول لك لو دي العلاقة ما بين الكتلة والحجم، عايزين نجيبها الصح. بص طيب معايا، تعالى نجيب الكثافة. 6 على 3 فيها كام؟ فيها 2. طب هنا انا بقول لك الكثافه ثابته بكام؟ ب2. طب هنا انا بقول لك الكثافه ثابته بكام؟ ب2. معنى كده اكيد يعني الثلاث سوائل دولت ليهم نفس مين؟ الحجم. فيبقى الاجابه الصح ان السوائل اللي هو الام والال والكي من نفس مين؟ من نفس النوع. السؤال يلا اللي بعديه. السؤال اللي بعديه اللي هو سؤال رقم 3. بقول لك خلطنا ثلاث سوائل حجمهم 1 2 3 4. الكثافه النسبيه هنا 8/10، 6/10، 1.5. تمام. الراجل عايز يعرف كثافه الخليط. اول حاجه احنا قلنا كثافه الخليط بتساوي، لما اكون عاطي لك حجم قلنا الرو توتال هتساوي، قلنا تساوي مين؟ قلنا رو 1 فوليوم 1 زائد رو 2 فوليوم 2 زائد رو 3 فوليوم 3 على فوليوم 1 زائد فوليوم 2 زائد فوليوم كام؟ زائد فوليوم 3. طب تعالى يلا مع بعضينا نبدأ نحل. يلا رو 1 بواحد، أو قصدي رو 1 8/10 في فوليوم 1 بواحد زائد رو 2 6/10 فوليوم 2 ب3 زائد رو 3 يساوي 1.5 في فوليوم 3 على فوليوم 1 زائد فوليوم 2 زائد فوليوم 3. خلي بالك دي اسمها كثافة نسبية يا باشمهندس. وانا هنا كنت لازما ان انا احول؟ مش لازما. ليه مش لازما؟ اللي هيطلع دلوقتي هيطلع كثافة نسبية، فاللي هيطلع دلوقتي انا اضربه في 1000 مرة واحدة. عايز تضرب 8/10 في 1000 و6/10 في 1000 و1.5 في 1000 وتشتغل كثافة عادية، واللي يطلع معايا يطلع معاك كثافة عادية براحتك. انا هحول في الاخر، يعني انا هحسب ده بالآلة دلوقتي، واللي هيطلع هضربه في 1000. ماشي؟ ده براحتك يعني. احنا طبعا احنا عارفين مع بعضينا ان لو انت معاك كثافة نسبية وعايز تجيب الكثافة العادية بنضربها في كام؟ في 1000، وساعتها بيطلع معاك الوحدة بكيلو جرام لكل متر مكعب. فلما نيجي نحسب ده بالآلة هيطلع معانا 1005.
يعني الإجابة الصح اللي هي الإجابة رقم كام؟ جيم. طب يلا السؤال اللي بعديه، بقول لك إمتى الكثافة النسبية تساوي كثافة المادة؟ لما تكون الوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب. احنا قلنا الكثافة النسبية تساوي كثافة المادة في كثافة المية. كثافة المية ممكن تبقى ب1000 وممكن تبقى ب1، فهتبقى إمتى ب1؟ لو كانت الوحدة بجرام لكل سنتيمتر مكعب. السؤال اللي بعديه، بقول لك إيه في السؤال؟ بقول لك إناء كتلته، إناء حطينا فيه مية لحد آخره، فكانت كتلة المية كانت بتساوي 70، وكتلته وهو مليان بالمية كانت 60، ودي الكثافة النسبية. عايزين نعرف كتلة الإناء الفارغ. تاني الراجل بيقول لك الإناء كان بيساعد كتلته كانت 70، ولما عيننا السائل ده وحطينا بيه مية بقت 60، وبقول لك الكثافة النسبية 1/2. أول حاجة الكثافة النسبية دي نضربها في 1000 عشان تبقى معاك كثافة المادة الإيه العادية. خلي بالك عشان السؤال ده إيه؟ السؤال ده سؤال توب. ركز بس معايا، ركز معايا وصل لي بينا عنب الأول. أنا ممكن عادي على فكرة أشتغل بالكثافة النسبية عادي. الكثافة النسبية 1.8. الطلاب المحترمين، الناس اللي بتكتب ورايا، بقول لك إن الكثافة النسبية بتساوي كتلة المادة على كتلة المية، كتلة المادة على كتلة المية. طيب كتلة المادة بكام؟ هتقول لي ب70، أقول لك غلط، 70 ناقص كتلة الإناء. طيب كتلة المية بكام؟ ب60، أقول لك غلط، 60 ناقص كتلة الإناء، لأن الراجل بيقول لك ال60 دي عبارة عن المية والإناء. طيب هنعمل إيه بقى؟ طرفين في وسطين. طبعا ممكن أعملها طرفين في وسطين، أو ممكن عادي إيه أحلها كده على السريع بالآلة. تعال نحسبها كده مع بعضنا. طرفين في وسطين هتقول 1/2 في 60 ناقص 1/2 ام تساوي 70 ناقص ام. تمام. هتودي دي هناك بعكس الإشارة، ممكن أودي دي هنا بعكس الإشارة، فيبقى 1 و2 ام ناقص ام يبقى 2/10 ام بتساوي 1/2 في 60، 1/2 في 60 اللي هي 72، فده يروح لها هناك بعكس الإشارة، فيطلع معايا بيساوي كام؟ هيطلع معايا بيساوي 2. يبقى الام هتساوي 2 على 2/10، يطلع معايا بيساوي 10 كيلو. آخر سؤال يلا. بقول لك إيه في السؤال؟ بقول لك في السؤال لو أنا معايا آدي شكل كان عامل كده، دي أنبوبة الشعبتين. الراجل بيقول لك لو الكثافة بتاعة الزيت كانت بتساوي 8/10، وبقول لك لو الكثافة بتاعة الجليسرين بتساوي 1.3، وكثافة الزئبق كانت بتساوي 13.6. طبعا دي كثافة نسبية ممكن تشتغل بيها عادي، أو ممكن تضربها في 1000 براحتك. الراجل عايز يعرف عمود الزيت بكام. طيب لو ده ب10، لو أنا هسمي عمود الزيت ده هسميه اتش، يبقى الزئبق هيكون بيساوي كام؟ سامعك صح كده، 10 ناقص اتش. مش احنا بنقول مع بعضينا A و B قدام بعض تحتيهم نفس الضغط، تحتيهم نفس السائل، يبقى ليهم نفس الضغط. ما هو ال A وال B قدام بعض، ال A تحتيه زئبق وال B تحتيه زئبق. كنا بنقول مع بعضينا أي نقطتين قدام بعض تحتيهم نفس السائل يبقى ليهم نفس مين؟ يبقى ليهم نفس الضغط. طيب ال A دي فوقها مين؟ ال A دي فوقها جليسرين. طيب ال B دي فوقها مين؟ زئبق، كمان فوقها زيت. طيب رو جليسرين بكام؟ احنا عارفين الضغط بيساوي رو جي اتش، بس احنا اتفقنا في الانبوبة الشعبتين هنقول رو اتش على طول. يبقى 1.3 في اتش بتساوي رو زئبق بكام؟ 13/6 في بتاع الزئبق بكام؟ 10 ناقص اتش زائد رو زد بكام؟ 8/10 في اتش.
هنعمل ايه بقى مع بعضنا؟ تعالى كده برضو نفك مع بعضنا الاتش دي، فنقول 1 علامة 3 اتش تساوي اضرب ال 13 علامة 6 في العشرة فيطلع معايا 136. اضرب 13 علامة 6 في الاتش يبقى سالب 13 علامة 6 اتش زائد 8 من 10 اتش. 13 علامة 6 اتش بالسالب وموجب 8 من 10 اتش يطلع معايا بيساوي 12 سالب 12 علامة 8 اتش تساوي. طبعا استنى بس ثواني كده، ثواني في حاجة بس احنا ايه ما قلناهاش. خلي بالك في هنا اتش تاني، فالاتش التانية دي تروح هناك بعكس الإشارة، أو ممكن نودي ماشي ممكن نودي دي هناك بعكس الإشارة. ف 12 علامة 8 اتش لما تروح هناك بعكس الإشارة هتبقى بالموجب، فيبقى موجب 12 علامة 8 اتش تمام. وفي 1 علامة 3 اتش وهيطلع معايا بيساوي كام؟ 14 علامة 1 اتش ده بيساوي 136. أقسم بقى 136 على ال 14 علامة 1 يطلع معايا بيساوي 9 علامة 6 اللي هي الإجابة رقم د. خلي بالك ممكن الجزء ده ما يكونش يعني إيه داخل مع بعض شوية، بس أنت يعني طالب شاطر يعني، دي حاجات رياضة. أنا ضربت 13 علامة 6 هنا ومرة هنا، طلع معايا الرقم ده في اتش وده الرقم ده في اتش والرقم ده في اتش، جمعت دولت ووديتهم هناك بعكس الإشارة يطلع معايا في الآخر بتساوي 19 علامة 6. ده بالنسبة لإجابات النموذج رقمي. التوفيق لكم إن شاء الله. إجابات النموذج قصدي سي. التوفيق لكم كده إن شاء الله.